السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة بونور سون غلوتين درناجي. ان شاء الله يا ربي كل راكم بخير وصحة جيدة. اليوم اخترت لكم وصفة المحلبي، ما كاش اللي ما يعرفش المحلبي والمائدة الرمضانية والسهرة الرمضانية لا تخلو من تحلية المحلبي. انا اليوم اخترت لكم الوصفة هذه سهلة وسريعة. كما تشوفوا استعملت هذا المنتوج، هو خالي من الغلوتين، ولا تقدري ترحي الرز في دارك. المهم يكون عندك أرز مرحي. هذه كريمة الأرز تجي هايلة وخفيفة وكريمية روعة، ومكتوب عليها شعار بدون غلوتين. أنا درت كيلة تاع الروز، كيلة سكر، خلطتهم مليح مع بعضهم، وأضفت 8 كيلات حليب. أنا هذه الوصفة تاعي خاصة بي، الوصفة تاعي 8 كيلات حليب، والكيلة 9 نديرها ما ورد. إلا عندك ما ورد مقطر ما شاء الله يجي الله الله، إلا ما عندكش معليش. كيلة تاع مزهر، قلنا كيلة روز، كيلة سكر، 8 كيلات ماء، وكيلة مزهر أو ما ورد. خلطهم مليح وحطيتهم على النار، خلطت بدون انقطاع حتى كما تشوفوا عقد ولا يكريمي. هنا حضرت الأطباق اللي راح نحط فيها المحلبي كما راكم تشوفوا. عمرته في الأطباق ولا في الغامكان ولا اللي عندك بوغ لي ديسير، ونزينوه على الطريقة التقليدية بالقرفة. الله الله اللي يحبوا القرفة، سينو تقدري تزينيه بمكسرات أو أي تزيين تحبيه. شهية طيبة. إن شاء الله نكون فتكم بهذه الوصفة وإلى وصفة أخرى. وإذا عجبتكم القناة، جيم، تشجيع، وتطبيقاتكم إن شاء الله في الانتظار.